هنعمل كيكة الحليب التركية بطريقة سهلة وبسيطة. كملي الفيديو للآخر وإن شاء الله هتعجبك. هحط 4 بيضات، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، وهضربهم كويس أو بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي زي ما انت تحبي خالص. هضربهم كويس لحد ما لونهم يفتحها كده ويهيشوا خالص كده زي ما انتم شايفين. أهم حاجة في الخطوة دي اضربي كويس على قد ما تقدري لحد ما السكر يدوب خالص ولونهم يفتحها كده. هنزل عليهم ب2 كوبايه من الدقيق، هنخلهم كويس كده وهنزل عليهم بيهم، وهحط معلقه صغيره من البيكنج باودر وباكت فانيليا وكمان رشه ملح، وهدوب المكونات دي كلها مع بعض في الخليط اللي احنا عملناه الاول، وهقلبهم كويس كده لحد ما ادوب كل المكونات دي كده مع بعض. احنا كده بنحضر اول حاجه او اول خطوه اللي هي الكيك. وبعد كده بقى جينا لمرحله غلي الحليب. انا هحط كوبايه من الحليب عليهم 6 معالق من الزبده، وهسيبهم على النار لحد ما يغلوا. ايوه هي كيكه الحليب الساخن. هغلي بقى اللبن مع الزبده وهنزل بيهم على المكونات. ما تقلقيش هتلاقيها جمدت معاكي مره واحده وبعد كده ترجع تفك طبعا من سخونيه الحليب. هجيب بقى صينيه المقاس اللي انت تحبيه. كل ما المقاس يبقى اكبر كل ما الكيكه هتبقى اوطى، كل ما المقاس يبقى اصغر كل ما الكيكه هتبقى معاكي عاليه. جبت انا الطاجن الكبير في طواجن البايركس وهدهنتها كويس قوي من الزيت، وهنزل بيها من الخليط وهدخلها فرن سخن جدا على درجه حراره 180. هتقعد من ساعه لساعه الا ربع حسب طبعا الفرن. ونخش بقى على ندخل على تاني خطوه وهي الكريم شانتيه. هحط نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام المحلى او الغير محلى، بتزودي سكر. وهنزل بالحليب بالتدريج. بنزل بالحليب بالتدريج لحد ما القوام يبقى معايا زي ما انتم شايفين كده تقيل جدا، واللي هو بتقلبيه كده مش بينزل ماسك نفسه كويس جدا. هدخله التلاجة ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هنبدا بقى نعمل الكراميل. هحط كوبايه من السكر على النار. اول ما يبدا يتكرمل كده من على الحروف هبدا اقلبه كويس قوي لحد ما ادوبه خالص. هنزل بمعلقه كبيره من الزبده وهدوبه لحد ما يبقى زي ما انتم شايفين كده. طبعا باقي المقطع اتمسح. انت بعد ما تحطي الزبده بتحطي معلقه نشا في حبه ميه وتنزلي بيهم وكوبايه حليب وتقلبيهم كويس قوي لحد ما يفك معاكي ويبقى حلو كده زي ما انت شايف. طبعا طلعت الكيك من الفرن. هبدا بقى اقشر الوش بتاعها كده زي ما انتم شايفين بيطلع معايا بمنتهى السهوله. طبعا احنا بنقشر وش الكيك عشان بيبقى فيه زفاره مطرح البيض وكده ومش بيخلي طبقه الكريم شانتيه ماسكه كويس قوي في خلاص بقى كده هقشرها. هبدا بقى اسقيها. انا سقيتها ب3 كوبايات من الحليب عليهم 3 معالق كبار من الحليب البودر، وهسقيها كده كويس. عايزه تزودي لبن زودي، عايزه تقللي حسب راحتك يعني. بعدين هشربها كويس قوي. هسيبها في التلاجة لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا طلعتها بقى من التلاجة وحطيت عليها الكريمه. طلعتها من التلاجة وسقيتها كويس قوي بالحليب. زودت شويه حليب كمان. هبدا بقى احط عليها الكريمه زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تساوي الكريمه، تبقى طبقه الكريمه متساويه عشان لما تحطي الكراميل يبقى متساوي. سويت بقى الكريمه برضو دخلتها التلاجة شويه تمسك نفسها، وبعدين هنزل عليها بالكراميل زي ما انتم شايفين. اهم حاجه صوص الكراميل يبقى تقيل معاكي. وبعدين خدت معلقتين كريمه كده من اللي اتبقت وحطيتهم في كيس حلواني ونزلت كده بخطوط بالطول، وبعدين زينتهم بالخله دي بتاعت الشيش طاووق او الخله اي حاجه، بخطوط رايحه وخطوط جايه كده زي ما انتم شايفين. وكنت خلصتها بقى بجد طعمها تحفه وهتعجبكم جدا جدا. جربوها، من احلى واجمل وصفات الكيكه اللي ممكن تعملوها. انا واثقه جدا ان هي تعجبكم. جربوا الطريقه دي وسهله جدا وهتنجح معاكم ان شاء الله من اول مره. يا رب لو عجبك الفيديو تعملي اشتراك ولايك وكومنت حلو زيك، واستناكم في الفيديوهات الجايه على خير. ومع السلامه حبيب قلبي في حفظ الله ورعايته.